مفيش أشطوطة ولا بيستاشيو بعد غلق وتشميع محلات بلبن وكرم الشام وكنافة وبسبوسة وعم شلتت وبهيج. أثار غلق 47 فرع من محلات بلبن في مصر العديد من التساؤلات في الشارع المصري. ومين هو صاحب محلات بلبن؟ وسبب غلق الفروع على مدار الساعات الماضية. بعد أن شنت الأجهزة المعنية حملات على كل فروع كرم الشام وكنافة وبسبوسة ووهمي وعم شلتت في القاهرة والجيزة والشيخ زايد وبورسعيد ومختلف المدن والمحافظات، كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أسباب غلق محلات بلبن على مستوى الجمهورية. وقالت: رصد وجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، ورصد عدد من الشكاوي من قبل المواطنين، وتسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم. تسببت مأكولات بلبن في تسمم غذائي، مما أثار قلق المستهلكين والجهات الرقابية. وتبين وجود بكتيريا مفرطة وممرضة في العديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول، بعد سحب عينات من منتجات بلبن من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع. البكتيريا تعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر تلك البكتيريا على الجهاز الهضمي بشكل أساسي. كما يتم تخزين المنتجات بطرق غير صحيحة، الأمر الذي يساعد على فساد المنتجات. غلق محلات بلبن جاء لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في السوق. مين هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن؟ شغل بال المصريين بعد غلق سلسلة محلات وفروع بلبن. فمين هو صاحب المحلات دي؟ بيحمل الجنسية المصرية ويمتلك سلسلة فروع ومحلات بلبن ووهمي وبهيج وعم شلتت. وبعد فتح سلسلة محلات بلبن في مصر، قرر فتح فروع من في السعودية وباقي الدول العربية. 110 فرع لبلبن على مستوى جمهورية مصر العربية. جامدين. لنرجو الوقوف معنا. ايه اللي حصل خلى كل فروع محلات بلبن تتقفل وتتشمع؟ انتهى بلبن في 30 يوم. يا ترى ايه القصة؟ القصة بدأت في رمضان الماضي بإعلان إحنا آسفين، الذي يحتوي على نبرة غرور. بعدها أساءت بلبن لشركة العبد خلال الإعلان. الأعلى للإعلام قرر وقف الإعلان واستدعاء الممثل القانوني. اعتذرت شركة بلبن عن الإساءة لشركة العبد عن الإعلان المنشور. بعديها في السعودية تسمم 6 مواطنين بسبب تناول منتجات بلبن. بعديها تم إغلاق جميع فروع بلبن بالمملكة واختفاء تطبيق التوصيل. بعدها في مصر حدث إغلاقات متتالية لفروع بلبن. استغاثت بلبن بعد غلق جميع فروعها ووقف نشاطها. ردت هيئة سلامة الغذاء وأكدت وجود بكتيريا وألوان محظورة دوليا بالمنتجات أدت لحدوث تسمم غذائي. ناشدت شركة بلبن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه الأزمة.